شكرا. كلمة لكم السيد المستشار. شكرا السيد الوزير، جواب واضح وصريح. نشكرك مرة ثانية على الصراحة المعهودة. إذن والحالة هذه ما دام أنه تبين لكم بأن القانون ما كيسمحش لمغاربة المهجر يستافدوا من بطاقة لوراميد للأسباب اللي شرحته اللي كنعرفوا، يتبين إذن بأن الالتزام اللي عبر عليه السيد رئيس الحكومة أقل ما يمكن نقول عليه. وأنا آسف واخا كنحاول نقاوم من نقول شي كلام كيجرح، ولكن هذا كلام كيدخل في إطار إطلاق الكلام على عواهنه، كلام ديال هراء سياسي، كلام ديال لا مسؤولية. هذه هي لا مسؤولية. واش السيد رئيس الحكومة ما عرفش بأنه كاين هذا القانون؟ أنا لما السيد رئيس الحكومة دار هذا الالتزام تملكتني الدهشة، وكنت لا أخفي عليك سيد الوزير، كنت ملي كان كيتكلم كنشوف فيك وبدت لي العلامات ديال الاستغراب حتى على الوجه ديالك، لأنه هذا ماشي معقول رئيس الحكومة يدير هذا الالتزام والقانون لا يسمح بذلك. ف من يعني السيد الوزير انتم كتعرفوا معظم الدول اللي كتستقبل هذه العامله المغربيه مرتبطه مع المغرب باتفاقيات ثنائيه كتنسق كل الامور المرتبطه بالخدمات الاجتماعيه، بالتقاعد، بالصحه. الغالبيه الساحقه من المغاربه اللي كاينين في المهجر الا اللهم هذوك السري يعني اللي في وضعيه سريه اللي كيحرقوا، هادو عندهم كيستافدوا من التغطيه الصحيه في البلدان الاقامه. وكاين هذه الاتفاقيات تستوحي مبادئ منصوص عليها في القانون الدولي، مبدا المعامله بالمثل، مبدا الثاني وهو الحق في نقل التعويضات كلما تم تغيير الاقامه. فشكون هما هاد المغاربه العالم اللي قرر التزم سيد الوزير انهم غيستافدوا من الرامد؟ شكون هما؟ واش هادو اللي كاينين في استراليا، اللي كاينين في اليابان، واش اللي كاينين في شي جزيره الوقواق، ولا فين كاين هاد المغاربه؟ هذا لا يجوز. ولذلك إلا بغى السيد الوزير، لأن هذا الكلام السيد رئيس الحكومة هذا كلام يستخف بذكاء المغاربة، وإلا كان هو يجهل بأنه القانون ما كيسمحش نطبقوا هذا الشيء فهذا عذر أقبح من الزلة، لأنه كان خصو يستشر معكم وكان خصو يستشر مع وزارة الداخلية، وقبل ما يجي هنا ويلتزم أمام المغاربة وفي التلفزيون بأنه الحكومة أخذت قرار، واليوم كيتبين بأن هذا القرار لا يمكن. بحال ذاك القرار الالتزام اللي داروا في مجلس النواب لما وجه الكلام، وجه تعليمات لوزير التربيه الوطنيه سابقا السي محمد الوفاء، وقال لي الله يخليك المعلمات والمدرسات اللي كاينين في العالم القروي يدخلوا المدن العالم الحضري، ايوا والطبيبات والممرضات فين غنديروهم؟ ولذلك هذا كلام لا يجوز، كلام غير مسؤول، كلام فيه استخفاف بالذكاء المغاربه. ويجب اقل ما يمكن، كنتمنى في الجلسه المقبله اللي عندنا ما يجي ويقول خوتي المغاربه كنعتذر لان التزمت بشي حاجه ما ممكناش. شكرا.